النهاردة هنتكلم عن أقذر أنواع البشر. هنتكلم عن العقود المزيفة، انتحال الشخصيات، التهديد، الابتزاز والسرقة بالإكراه. الحاجات دي انت مش بس معرض لها كشخص أجنبي عايش في ألمانيا، ده انت التارجت بتاعها أصلا، انت أكتر شخص معرض للكلام ده. الحوار ملوش علاقة بالعنصرية أوي يعني، حاجات بسيطة كده. خليني افهمك ازاي. بس الاول، لو مهتم بالسفر لالمانيا وانك تتعلم الماني، ناس كتير بعتت لي على الانستجرام عشان تعرف لسه المدرسين. هتلاقي دلوقتي على موقع هجرة التك، هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، وتابع الموقع بقى عشان دي زي ما قلنا خطوه من خطوات كتير هنعملها. هيبقى فيه تقييم للجامعات والمدن، مساعدة في التقديم وفهم الإجراءات، كورسات عشان تجهز لامتحان القبول. كل حاجه ليها علاقه بالدراسه في المانيا. فلو مهتم ابعت لي على الانستجرام، هسيب الاكونت برضه في الديسكربشن. وخلينا نبدا الفيديو. انا بيجي لي مسج تقريبا اسبوعيا بقى، خلاص كده التايم لاين بتاعي مره في الاسبوع، من حد بيعمل نفسه اللي هو شركه البريد، يقول لي اخر باكج طلبتها حصل لها مشاكل بقى في الجمارك، بوليس، مخدرات، اي حاجه، ويبعت لك لينك. لو دخلت على اللينك ده هتلاقي موقع شبه بتاع البريد بالظبط، بيحاول بقى يشفط منك اي معلومات شخصيه، معلومات كريدت كارد، اي حاجه. والحوار ده اسمه الفيشنج، او ان الشخص ينتحل شخصيه حد تاني او شركه تانية ويحاول بقى يطلع منك باي مصلحه. الموضوع ده منتشر في العالم كله، مش في المانيا بس، واي حد ممكن يتعرض له. الحاجه بقى اللي انا ما كنتش اعرفها خالص غير لما جيت هنا في المانيا، تقدر تعمل عقد بالكلام كده عن طريق التليفون، مش لازم بقى يبقى عقد على ورقه وممضي ومش عارف ايه. ففي بقى ناس حسالة من المجتمع بتحاول تابيوز السيستم ده وتتصل بيك وتحاول بقى تشوف الناس اللي هي ايه بقى عليها اجانب لسه جايه جديده ما بتعرفش تتكلم كويس، ويدخلك في حوارات بقى، يديله حوارات 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 والحكايه والروايه ومش عارف ايه، وتيجي في الاخر تلاقي نفسك لبست في عقد لا انت فاهمه ولا عايزه، تمام، بس لبست فيه وخلاص. فتلاقي نفسك مثلا جالك مجله كل اول شهر ويقول لك بقى اشتراك 50 يورو واقل حاجه ب 12 شهر او 24 شهر، وانت لسه جديد، اللغه بتاعتك مش مساعداك انك تجادل مع الناس، وفي قوانين كتير معموله عشان حمايه المستهلك من الناس الزباله اللي زي كده، واللي هي تحاول تلبسك عقود انت مش عايزها، بس انت لسه جديد وما تعرفش قوانين، ما تعرفش حقوقك ايه، فبتضطر تدفع وخلاص. وفي ناس بقى يعني درجة أعلى شوية من الوساخة، مش لسه بقى هيتعب نفسه ويكلمك ويدخلك في عقد، لا، ده بيختصر، ده عنده شورت كات كده، يبعت لك جواب على البيت بتاعك على طول، يقول لك انت عملت معانا عقد او اشتراك او ايا كان وبقالك 6 شهور ما بتدفعش، واحنا على فكره رفعنا عليك قضيه وكان في جلسه بتاريخ كذا وانت ما حضرتهاش والقاضي قال ومش عارف ايه، ولو ما دفعتش الغرامه دي والفلوس اللي عليك هتتحبس. وانا متفاهم ان الناس بتبقى جايه، وانا كنت منهم يعني، لسه صغيرين جدا، عندنا مثلا 18 19 سنه، فما حد يقول لك بقى قضيه ومحكمه وجلسه وبوليس مش عارف ايه، تلاقي نفسك ركبك بتخبط في بعضها وبتدفع، وتلاقي مثلا غرامه 200 300 يورو، تقول ما ماشي 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 خدهم وابعد عني وخلاص. طبعا ده غلط خالص، المفروض ما تعملش كده، بس اما تحس ان ده اوسخ حاجه ممكن البني ادمين يعملوها، خلاص ده التوب ليفل. البشريه بقى بتفاجئك ويبقى ليها راي تاني. في ناس بتبقى جايه على الحساب بتاعك بقى كله، مش لسه بقى هتعمل معاك اشتراك ولا غرامه مره واحده، الناس دي جايه عايزه الحساب البنكي بتاعك كله كله. اسمع مني الحته اللي جايه دي بقى، الموضوع انتشر جدا لدرجه ان البوليس وحكومات كتير في ولايات مختلفه ومؤسسات دوليه وكلام كبير كده كله بدا يحذر الناس من الموضوع ده، كتر ما الموضوع توغل في المجتمع. الموضوع بيمشي ازاي؟ بيجي لك مكالمه، قاعد لا بيقع عليك اتصال، فتفتح فتلاقي حد بيقول لك احنا من الاوروبول، دي حاجه زي الانتربول كده اللي هي بتاعت مكافحه الجريمه المنظمه في اوروبا، تمام، وانت اسمك متورط في غسيل اموال ومخدرات والكلام اللي انت نفسك فيه ده كله. انت اول حاجه بقى ممكن تعملها ايه؟ انك تروح على الموقع الرسمي بتاع الاوروبول ده، ولو دخلت عليه والكونتاكت ليست هتلاقي الرقم اللي على الموقع الرسمي هو نفس الرقم اللي اتصل بيك، فتبتدي بقى تقول ده هم في مصداقيه. الموضوع ده طبعا عباره عن حيله تقنيه كده، فالرقم اللي بيظهر لك مش هو الرقم اللي متصل بيك، مش عارف تفاصيلها ازاي بس هو ده اللي بيحصل، تمام. والناس دي طبعا عندها دكتوراه في الضغط النفسي والعصبي اللي بتحط عليه، فيقول لك ايه، لو كلمت حد او دخلت على النت او مش عارف ايه هنزود كمان قضيه تآمر، ممكن مش بس طولك، لا ده طول الناس اللي حواليك كمان، فتبتدي انت تخاف وما تكلمش حد عشان ما تعرفش ان هي نصبايه. بعدين بقى يقول لك الحساب بتاعك هيتجمد وفلوسك كلها طبعا دلوقتي ما ينفعش تستخدمها عشان مربوطه بقى مخدرات وغسيل اموال ومش عارف ايه،
بعدين واحده واحده كده يحاول ان هو يبعت لك حساب بنكي او محفظه تحول عليها فلوسك، ووانس ان فلوسك راحت هناك خلاص يعملوا بقى كل الحيل عشان ما تعرفش تشمها تاني. الحساب بقى بتاعك فيه 3000 4000 10000 يورو، الناس دي عايزاها كلها تمام. مش هيسيب لك اي حاجه، مش خبطه ولا لسعه ولا قرصه ودن كده 500 يورو ولا 1000 يورو حتى، لا ده هيسيبك معكش فلوس تدفع فلوس السكن بتاعك حتى، مش هيسيب معاك ولا مليم. فكره ان لو بصينا لاغلب الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها لغايه دلوقتي غالبا في حاجه انت عملتها غلط. طبعا احنا مش هنلوم الضحيه على اي حاجه، ايه الغلط كله على الناس اللي ما اقدرش اقول عليها غير ان هم حسالة المجتمع خالص، دول ادنى فئه في المجتمع خالص. بس في الاول وفي الاخر تقول في اكشن انا عملته، لو ما كنتش عملته ما كنتش خسرت الفلوس دي. في بقى النوع تاني من النصب والسرقه، لو انت تعرضت له، لو انت التارجت بتاعه انت هتتسرق ما عندكش قرار او ما عندكش تاثير على الموضوع ده. الموضوع ده بقى بيمشي ازاي؟ طبعا الحياه في المانيا كلها هنا شغاله بالكارت، قليل قوي ما تلاقي حد معاه كاش وبيدفع بالكاش وكده، كله بكارت البنك. جميل قوي. في تكنولوجي كده بقى لها فتره اللي هي الان اف سي، وزادت جدا في وقت الكورونا، وهي اللي هي تدفع عن بعد، او اللي هي تحط الكارت بتاعك بس على المكنه وتقوم ساحبه منك الفلوس، مش مضطر انك تعمل حاجه. طبعا الموضوع ده انتشر وقت الكورونا عشان بقى يبقى فيه تباعد اجتماعي وما تلمسش حاجات كتير، عشان الناس ما تلمسش نفس الحاجه ورا بعضها، ويبقى المكنه نظيفه تمام، تحط عليها الكارت وخلاص. مشكله الحوار ده ان اي جهاز ممكن يشفط فلوس من الكارت بتاعك. فالراجل المحترم الجميل ده عمله ان هو اشترى الجهاز ده وبقى يمشي تمام يدور على محافظ الناس ويقرب الجهاز منها ويقوم ساحب منهم فلوس بكل سهوله. وخلي بالك الموضوع ده عن بعد، مش لازم يعني تمسك الكارت وتقوم حاطه على المكنه، المهم يبقوا قريبين من بعض وخلاص. الموضوع ده خطر جدا وسرقه عينك كده ومفيش حاجه تقدر تعملها. وهنا السؤال اللي ممكن يجي في بالك، يعني كده ممكن اي حد مع الجهاز ده يسحب كده كل الفلوس اللي في الحساب بتاعي؟ يعني مش قوي، لان اغلب البنوك بتبقى حاطه ليميت للفلوس اللي انت ممكن تدفعها من غير وسيله امان تانية. ايه بقى وسيله الامان التانية وايه الفلوس اللي انت تقدر تسحبها؟ غالبا بتبقى حدود مثلا 50 يورو، اغلب البنوك بتبقى بحدود 50 يورو. لو هتدفع اكتر من 50 يورو لازم بقى وسيله الامان التانية. وسيله الامان دي يا اما البين بتاعك لازم تكتبه تمام على المكنه بقى فعلا ما تلمسش بس، او ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي، امضى تمام. انت البنك مع الامضه بتاعك فممكن تمضي تمام، يبقى في سوفت وير بقى او مانوال بروسيس او ايا كان عشان تقارن ما بين الامضه بتاعتك دي والامضه اللي متسجله عند البنك. لو الامضه هي تمام العمليه تتم. المشكله في الموضوع ده يا اما السوفت وير بتاع البنوك مش كويس كفايه ان هو يعرف الفرق ما بين الامضاءات، او لو هي مانوال بروسيس البنك ما عندوش الكباسيتي بتاع الناس اللي هتراجع الامضاءات دي كلها. فاللي الراجل الجميل ده عمله ان هو اما اتسال على الامضاء مرسم لهم العجله الظريفه الجميله دي، والعمليه تمت عادي. حاجه كده سداح مداح وكل شيء مباح او كل شيء متاح اللي انت شايفه يعني. الحاجه التانية اللي انت ممكن تقولها، هو مش المفروض الناس اللي معاه الاجهزه دي تبقى ناس معروفه اللي هي المطاعم والمحلات ومعروفه الجهاز ده بتاع مين عشان نعرف نتبع الحوار ده؟ لا، الجهاز ده ممكن تطلع على امازون تشتريه ب 30 40 يورو ولا حاجه تمام، وتبتدي تسحب منه فلوس. والناس دي طبعا خبيره في ان هي تتحايل على القانون والمؤسسات الماليه وكل الكلام ده، وما تبقاش عارف الفلوس اللي اتسحبت منك دي وصلت فين في الاخر، اللي هو غسيل اموال يعني من الاخر. ولو بصيت ان احنا زي ما قلنا ممكن تسحب اكتر من 50 يورو، بس حتى لو قلنا ان البني ادم ده ممكن يعدي على الناس كده، ولو راح مكان زحمه مثلا مكان شوبينج ولا حاجه او قطر او مترو في الراش اورز، ممكن يسحب مثلا من 20 30 واحد كل يوم. فلو قلنا حتى 50 يورو فانت بتتكلم مثلا ممكن نصاب كده بخطوره قليله جدا، لان هو غالبا مش هيتمسك، صعب ان هو يتمسك. 1500 2000 يورو في الشهر من غير اي مجهود. ايه بقى نتعلمه من الفيديو ده؟ في حاجات كتير ممكن نعملها عشان نحمي نفسنا. اولا بلاش تكبر، اي حد ممكن يقع في الحوارات دي مهما كان كنت ذكي ومهما كان كنت متابع في التكنولوجيا مش عارف ايه. الفكره ان هو حد يصطادك وانت مش مركز، فما تدفعش اي فلوس او ما تديش اي معلومات حساسه وانت مش مركز. دي اول حاجه. تاني حاجة، اسأل نفسك دايما انت بتدفع ليه تمام. لو انت ما بتاخدش خدمة قصاد الحاجة اللي انت بتدفعها هتبقى غالبا نصباية. ومفيش حد مهما كانت المؤسسة، حتى لو الحكومة حتى لو شركة ايا كان، هتقول لك لازم تدفع دلوقتي حالا يا اما بقى مش عارف هتتحبس ولا هتتسجن ولا ايا كان.
ايا كان اللي انت عملته. انت مثلا لو عملت غرامه زي مثلا ركبت اتوبيس وما كانش معاك تذكره، تمام، ما حدش بيجي يقول لك لازم تدفع دلوقتي، بيديك الغرامه، بياخد اسمك مش عارف ايه، تمام، ويديك مهله. ليه؟ لان انت مثلا ممكن يبقى عندك عامل اشتراك سنوي مثلا في المواصلات ولا حاجه، بس نسيت الكارت في البيت وغلطه عاديه جدا، فبيديك مهله. تروح بقى انت المكتب بتاعهم تقول لهم انا اتقفشت من غير تذكره، بس انا معايا اشتراك سنوي، ما كانش معايا، بس كنت مثلا محفظه مش عارف ايه، اهو مش هدفع الغرامه كلها، هدفع جزء بسيط. او حتى لو عملت الغرامه، تمام، ما حدش هيجي يقول لك برضه ادفع دلوقتي حالا، هتاخد برضه نفس الغرامه كده، ويديك مهله انك تدفع الفلوس دي. ممكن كمان في اغلب الاحوال او كل الاحوال، تمام، يعني 90% من الاوقات ينفع تقسط، تروح تقول لهم انا الغرامه اللي عليها 60 يورو عشان ما دفعتش ثمن التذكره، بس انا معيش الفلوس دي دلوقتي. طيب هتدفع كام؟ ممكن ادفع 5 يورو كل شهر، سنه اكون مخلص الحوار ده، الموضوع بيمشي عادي. فالفكره كلها في عمليات النصب دي الضغط العصبي اللي هو بيحطك فيه، اللي هو لو ما دفعتش دلوقتي، لو ما خسرتش فلوسك دلوقتي، تمام، في بلوى هتحصل في المستقبل، تمام. مفيش الكلام ده. وبالنسبه لاخر عمليه نصب دي بتاعت الجهاز، تمام، اولا الحاجه البسيطه اللي انت ممكن تعملها انك تحط المحفظه بتاعك في الجيب القداماني، تمام، عشان تبقى شايف قدامك كده، تمام، لان غالبا الحرامي ده عايز برضو ايه، يستسهل، تمام، مش عايز مخاطره كبيره، فاسهل له كتير ان هو يقربها من محفظه انت مش شايفها، مش شايف وهو بيقربها منك، عن اللي هو يبقى الحاجه اللي قدامك. بس ستيل لو انت في مترو او قطر او اي حاجه زحمه، صعب انك تلقط الحاجات دي. الحل بقى ان يبقى في محافظ دلوقتي بتبلوك الحوار ده. فلو الكارت بتاع جوه المحفظه وجبت المكنه دي حطيتها على المحفظه بتبلوك بقى الكونكشن اللي بيحصل ده احسن حل لقيته. فانت الكارت بتاعك ما ينفعش تدفع بيه في المكنه دي غير لما تطلعه فعلا من المحفظه وتحطه، تمام، لو حد قربه منك ما يتسحبش منك حاجه. بنصح الناس ان هم يشتروا المحافظ دي، بيبقى شكلها روش برضه، يعني مش حاجه اللي هي فقيعه ولا حاجه. كل الناس خاصه اللي هي ناويه تيجي المانيا او لسه جايه المانيا قريب، ثقف نفسك، ما تخافش من اي حاجه، اعرف القوانين وخلي بالك على نفسك وعلى فلوسك، ان الحياه ماشيه بالزق اصلا، مش ناقصه بلاوي زياده. اشوفكم في الحلقه اللي جايه، كان معاكم محمد جامع، سلام.